الأطفال دايما بتحب الألوان، بس تعالوا كده نشوف ده تأثيرها ايه على أكلهم. أول حاجة عينيهم بتجيبها هي الحلويات الملونة، والأكل الملون دايما بيفتح نفسهم أكتر من الأكل اللي ألوانه عادية. علشان كده أول حاجة لازم نعملها معاهم نقرب منهم الحاجات الملونة طبيعي أكتر من الألوان الصناعية. وده مش بس في الأكل، ده كمان في الأطباق اللي بياكلوا فيها والحاجات اللي بيستخدموها. والدراسات أثبتت إن نفسهم بتتفتح أكتر لما بياكلوا حاجات ملونة في أطباق ملونة. وسبحان الله، ربنا خلق تعدد في أنواع وألوان الأكل، وتعدد في الفوائد والقيمة الغذائية بتاعته، وكل لون بيفيد الجسم بطريقة معينة. مثلا الأزرق والبنفسجي مضادات أكسدة، الأصفر للمناعة وصحة النظر، الأحمر لصحة القلب، وهكذا. فلما بناخد الحاجات دي كلها مع بعض الجسم بيستفيد منهم كلهم، وعناصر بتساعد في امتصاص عناصر تانية. فلما نخلي الأطفال يعملوا معانا طبق سلطة مليان ألوان، ده مش بس هيحفزهم ويخليهم ياكلوا، ده هيزود قدرة الإبداع عندهم ويساعد على نمو خلايا المخ بشكل طبيعي. قولولي أكتر لون أطفالكم بيحبوه.